تفاؤل، والبطوله بتاهل للتوالت، يعني في 4 توالت من ال6 هيتاهلوا، فاعتقد ان الامور لسه يعني مش بالشكل اللي الناس مش بالشكل اللي يخلي الناس تتشائم بالطريقه دي يعني. والله انا معاك في حاجات كتيره جدا يا عبد الرحمن، ورب ضاره النفع. يعني رب ضاره ان انت امبارح لعبت بالشكل ده، وانا من وجهه نظري ان انت اللي ضيعت الفوز من ايدك. دي حقيقه. لان لو كنت انت حافظت، انا في رايي ان منتخبنا امبارح خسر من الشوط الاول مش من الشوط الثاني. منتخبنا خسر من لحظه احراز منتخب تشيلي هدف التعادل. اوكي. احنا لو كنا قدرنا نحافظ على الهدف الاول اللي تقدمنا بيه في بدايه المباراه لغايه نهايه الشوط، وخرجنا في الشوط الاول 1-0 لينا، اعتقد كان هتفرق كتير جدا في الشوط الثاني. لكن حماس لعبتنا ومحاوله منهم لاثبات وجودهم باحراز هدف ثاني وثالث، واندفاعهم لتقديم عرض مميز في اول ظهور ليهم في كاس العالم. ومعاه شويه يمكن قله خبره شويه، ان انت امتى تموت الماتش وامتى تموت اللاعب. بنتكلم في لعيبه عندهم 20 سنه كابتن برضه طبعا يعني. بالظبط. فده اللي خلى منتخب تشيلي يتعادل. وطبعا انت اكيد وانت كنت معاصر مع منتخبنا الوطني المستر باب برادلي، انت المنتخب اللي بيتقدم المنتخب الثاني يتعادل بيبقى معنوياته طبعا بيبقى عنده بقى خلاص طموح للفوز طبعا. حتى هو الراجل اللي جاب الجون الثاني قال انا لقيت المدافعين، لاعب منتخب تشيلي اللي سجل هدف برافو، كنت قريته تصريح على موقع في الجول بيقول انه يعني انا لقيت اللعيبه كل ما هاوش ان انا اشوط اليوم مندفعين جدا، فبقوا مرقص مندفعين جدا ومرقص. فده برده كل دي حاجات يعني الناس اللي حضرتك بتتكلم فيه نفس الاتجاه اللي انت بتتكلم فيه يا كابتن خالد. بالظبط. فانا شايف ان يمكن يكون ده درس مبكر لينا للعبتنا، ان هم الكوره مش كل حاجه، لا انت عندك تكتيك، لازم انت تهدي اللعب، انت تموت اللعب، انت تحافظ على الهدف. حتى لو امكانياتك الفرديه والبدنيه والفنيه اعلى من الفرقه اللي قدامك، لا لازم في وقت معين تموت فيه اللعب، تمشي فيه وقت بلغه الكابتن ربيع طبعا اجتمع بقى مع اللعيبه اكتر من مره واكيد يعني بالظبط. ده اللي حصل يمكن امبارح والنهارده ان شاء الله في تدريب الساعه 5:30 هنتحرك من الفندق. ويمكن كابتن ربيع قعد مع مجموعه من اللاعبين كل واحد فيهم على حده، ويمكن انا برضه قعدت مع بعض اللاعبين وقلت لهم الكلام اللي انا لسه كنت بقوله لك. وانا شايف ان لسه المشوار طويل، ورب ضاره نفعنا ممكن يكون البدايه ان احنا افقنا بهدفين مقابل هدف، دي اللي تكون نقطه الانطلاق للماتشين اللي جاي ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله، وموفقين باذن الله يا كابتن خالد. ويعني ان شاء الله هنكلمك تاني نبارك لك بعد المباراه اللي جايه وبعد اللي بعدها كمان بتاهل باذن الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا عبد الرحمن، ونبارك ساعتها بقى لمصر كلها وهذا الجيل، لان هذا الجيل زي ما انا قلت لهم امبارح انه هو بيصنع يمكن تاريخ لنفسه. بالظبط صح طبعا. اللعيبه دي اكيد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا مباراه انجلترا والعراق امبارح انتهت 2-2 زي ما تابعته.